أنت الدليل ضد التهمة. لما دماغك تأكد لك إنك مش هتقدر، ما تستسلمش ليها على طول. اعتبر الفكرة دي تهمة، وأنت المحامي اللي لازم يقدم الدليل ضدها. يعني مثلا دماغك قالت لك أنا مش هقدر أقدم البرزنتيشن ده قدام التيم كله في الاجتماع، فبدل ما تقلق أو تنسحب تماما، اكتب على ورقة مواقف مشابهة نجحت فيها قبل كده قدام ناس، المهارات اللي عندك دلوقتي اللي ممكن تساعدك تقدم البرزنتيشن ده. خطوة صغيرة ممكن تعملها دلوقتي، زي تحضير سلايد واحدة بس، أو إنك تتدرب قدام المراية مثلا. بعد ما تعمل الخطوة دي، لاحظ الفرق فورا. الإحساس بالقلق بيخف، دماغك بتبدأ تشوف القدرة بدل الفشل. التمرين ده بيعلم دماغك درس كبير: كل فكرة سلبية محتاجة تتقارن بالواقع. ومع كل مرة تعمل التمرين ده، ثقتك بنفسك بتزيد، ومشاعرك السلبية بتتوازن بشكل طبيعي في ضوء الحقيقة.